المباراه. الحكم مصطفى كشاف هو اللي غادي يقود هذا اللقاء بمساعده زكريا بوشتاوي، مساعد ثاني عبد الغفور خيضر، الحكم الرابع حمزه السطالي. هذا هو طاقم تحكيم هذه المواجهه. امامنا زكريا كياني عميد فريق اتحاد طنجه، والعربي الناري عميد فريق النادي المكناسي سعيد بوجيدي، ومصطفى اكركاد على مستوى تقنيه الفار. فريق اتحاد طنجه خوسيه ميل بيريز المدرب الاسباني اختار المجموعه التاليه: امين الوعد في حراسه المرمى، باقي اللاعبين بلال الودغيري، محمد العروش، هيثم البهجه، بلال النعمه، حمزه المدن، زكريا كياني، كريم القروش، لؤي المساوي، موسى كوطي، وبدر قداري. على مستوى الاحتياط: محمد سعود، فوزي عبد المطلب، احمد شنجوف، انس المرابط، احمد عزمي، ادم درازي، نفتي بونجو. اقرب لتلفيق وكيوضع الكره، فرصه، العربي الناجي، العربي الناجي يسدد والكره تعانق الشباك. هدف جميل لفائده فريق النادي المكناسي، فرحه كبيره للاعبين ولجماهير النادي المكناسي بهذا الهدف. هدف جاء من كره ثابته، تسديده قويه. شخصيا اعتقدت بان معاذ اونزو هو اللي غادي يسدد، لكن كيوضع الكره امام العميد العربي الناجي الذي يسدد والكره تستقر في الشباك. فرحه كبيره للاعبين وللجماهير وللطاقم التقني تحت قياده المدرب عبد العزيز الديبي. بدايه الجوله الثانيه، بدايه حمراء لفريق القضيم للنادي المكناسي بهدف